تمام. طيب زي ما كنا بنقول ان حزام الصدر ده بيتلبس، في بقى الشراب، ايه لازمه الشراب ده؟ مرضى جراحات الشرايين التاجيه دول بيبقى عندهم مشكله في الشرايين بتاعت القلب. شرايين القلب عشان نعوضها الناس فاكره ان احنا بنغيرها، احنا مش بنغيرها. مم. جراحه الشرايين التاجيه هي عباره عن عمل وصلات تتجنب الجزء المصاب. يعني ايه؟ يعني لو عضله القلب بتنقبض وتنبسط وجاي لها شرايين تاجيه بتغذي العضله دي بالدم، مم. اذا حصل اصابه في الشريان في منطقه زي هنا مثلا، مم. فانا بعمل ايه؟ انا باجي على الشريان الاورطي من قبل الاصابه واروح عامل زي كوبري ينزل مم. بعد الاصابه. في الحته اللي فيها المشكله. فانا اللي بعمله ان انا بعمل وصلات. مم. طيب الوصله دي تجيبها منين؟ هجيبها منين؟ في وصله بتتاخد من جدار الصدر اسمها الشريان الثدي الايسر. تمام. ده مهم جدا. طيب ده هيعمل شريان، طب انا عندي 3 4 شرايين، مم. هعمل الباقيين بايه؟ في انواع مختلفه من الوصلات، اشهرها في الاستخدام هي الوريد اللي بيتاخد من الرجل. ده وريد بيتاخد من الجزء الداخلي من الساق والفخذ، وبيستخدمه ان هو اعمل بيه الوصلات يوصل اللي انا الدم. هعملها. طب ده ما طيب ياثرش على الرجل بالظبط كده. مبدئيا؟ هو الوريد وظيفته ايه؟ الوريد وظيفته ان هو بياخد الدم من جزء من جسم الانسان ويوديه للقلب. مم. لما انا اخده يبقى الجزء ده الدم اللي فيه مش كله هيرجع. بالظبط. طب ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان الرجل بالذات ربنا خليها بنظامين هنسميه زي نظام الصرف، نظامين للاورده، بمعنى. اورده سطحيه واورده عميقه. مم. الاورده العميقه بتاخد، لما انا باخد السطحي، باخد بيشيل 90%. لما بشيل ده، لما بشيل السطحي ينقل بيبدا كله. الدم ينقل على تحت. طب هل النقل ده بيحصل 100% في اول يوم؟ ما بيرجعش بكفاءه 100% في الاول. مم. ما بترجعش بكفاءه 100% في الاول. مم. يتوجه للوريد السفلي. بعمل ايه؟ باجي لابس شراب يقفل الدنيا من فوق، مم. فبالتالي الدم ما يلاقيش قدامه مكان غير انه ينزل تحت. يعني انا مزنق عليك من هنا، فدور وشوف السكه التانيه عشان بالظبط. تمشي فيها. ده بالظبط اللي بيحصل، وده بيقلل الورم بتاع الرجل، لان الورم احيانا بيبقى مؤلم. طب ده بيتلبس لمده قد ايه الشراب ده؟ الوحيد المسؤول عن، في تعليمات مهمه جدا مرفوعه فما تورمش قوي، فما تورمش قوي. تمام. وهو نايم على السرير، وهو نايم على السرير بيحط رجله على مخده، فرجله تترفع سنه صغيره. مم. السنه الصغيره دي بتساعد الدم اللي ما رجعش انه يرجع بالجاذبيه الارضيه. تمام. الجسم بيشتغل بالظبط كده. مم. لو انا طبيعي الجسم بيعرف يحل مشاكله. لما بيأقلم. ابقى انا شايل وريد اساعده. مم. فموضوع رفع الرجل واحنا نايمين، ورفع الرجل على كرسي واحنا بيتقلع الرجل. ثانيا انا لو رافعها على مخده خلاص. مم. فهي ده دور الشراب. في ناس بتخاف من ده بالرغم انه بيبقى مؤلم جدا، يقول لك لا خليني بص ايه، هستحمل علشان ما يحصلش مشكله. خليني اقول حاجه، مش كلنا استجابتنا للتعليمات الطبيب والعلاج متساويه. مم. في ناس بتستجيب زي ما بيتقال لها، في ناس بتعمل بزياده، في ناس ما بتعملش خالص. مم. فالناس اللي بتعمل بزياده ده بيبقى خايف على مصلحته اكتر، مم. وعاده بتلاقيه بيلتزم بالميعاد بالادويه بالظبط. ماشي صح. عاده بتلاقيه ما بيغيرش نوع الدواء وبيجيب نوع بديل. مم. عاده ما بيوقفش دواء ولا بيبدا علاج الا لما بيكون متواصل مع الطبيب بتاعه. في المجمل العام ده افضل، ولكن لا يكلف الله نفسا الا وسعها. مم. الامر فيه سعه، يعني انت ما انتش مضطر تعمل كده، مم. ومش هتفرق كتير. فلو الالم شديد ريح شويه، مفيش ما يدعو مفيش للقلق. مانع انك تزنقها على نفسك للدرجه.